يخسرون. الآن بعض الناس يظن أن التجارة لما تغلف بالغش شطارة. يقول هذه شطارة أن أنا أصرف هذا المنتج، هو فاسد. لكن لما مر الرسول في السوق عليه الصلاة والسلام وشاف اللي عارض الحب فأدخل يده في الداخل فوجد تحت في ماء، فقال له: ما هذا يا بائع الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: هلا وضعته في الأعلى ليراه الناس؟ يقول: خلبه. الحين نروح اشتري انتم صندوق فواكه، مو تلاحظوا اللي فوق كيف كأنه جاي من الجنة، صح؟ تروح البيت تفتحوا الزوجة تقول: ما تعرف تشتري فواكه؟ ما أنا ما أعرف أشتري، لكن هم تشطروا في الغش. بعض الفواكه تشتريها بس اليوم تخليها الصباح تلقاها فاسدة. ترى هم يعرفوا، معظمهم يعرفوا أن هذه بس عمرها 4 ساعات لازم تؤكل. لو أخبر الناس بهذا يقول: الله هذا الصندوق قيمته 600 بيسة وهذا قيمته ب1.5 ريال. يقول: كيف نفس الشكل؟ يقول: هذا لازم تأكله اليوم. فيعجبون بعض الباعة حتى من غير العمانيين، يقول: هذا لازم اليوم تأكله ولا بكره يخترب. نجدهم هكذا نسمعهم، يقول: هذا اليوم تأكل، تريد تشله لكن كله اليوم. شوف الأمانة وين. واحد يقول: لا، يظن خلاص إنه هو ذكي. هذا ما مسلم إلا بالاسم والعياذ بالله. المسلم لا يغش الناس، بالعكس المسلم يعين الناس على عدم الغش، خاصة لما يكون عنده مال يتعامل به بين الناس، ما يغش الناس، ما يأكل حق الناس. ترى هذا ما شطارة والعياذ بالله. الله لما جعلك خليفة جعلك يا خليفة تاجر مسلم صادق. ليش جعل الرسول التاجر الصدوق مع النبيين الصديقين والشهداء؟ قال: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. كيف التاجر يصير معه هذولا؟ واللي يشوف يقول هذا كأنه في أمور الدنيا يبيع ويشتري يجمع المال، لكن بتعامله وصدقه وأمانته ارتفع إلى درجة علية مع الصديقين والنبيين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، لأنه تعامل بأخلاق القرآن، ما يغش الناس. وسبحان الله، كلما كان التاجر صادقا مع الناس كلما كان رزقه واسعا، حلالا طيبا واسعا، يزيد رزقه عند الناس، ما ينقص أبدا، ما ينقص. الله ما يخذله، بما أنه التزم بما أمر به الله لا يخذل هذا الإنسان. الله بيعطيه الرزق الحلال وبيكشف عنه كل مساوئ الحياة، الله يوفقه ويزيده.